هنعمل ايه قدام بالميراس. ايه ده يا معلم؟ دي الخطة اللي احنا هنعمل زيها. شكلك فاهم يا نصة. زي ما قلت قبل كده في ماتش بورتو بالميراس، هناخد من بورتو وننسخ عندنا. الله اكبر عليك! ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ هنطلع على اليمين، مش هنطلع في وسط الملعب، لان انا قلت قبل كده ان حمدي فتحي ومروان عطية هم دايما بيضغطوا في المنطقة دي. او هنطلع على الشمال، يعني بمعنى اصح لازم زيزو يكون اساسي او تريزيجيه اساسي، لان هم دايما بيهاجموا كمان من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال، يعني هم اقوياء جدا على الاطراف وبيضغطوا جدا في خط الوسط. يبقى نعمل ايه؟ نطلع عند تريزيجيه، وده حصل ضد انتر ميامي في المباراة الاولى مع الاهلي، كان دايما بيطلع على تريزيجيه. هنشوف هنا ان كوكا لعب الكره لتريزيجيه وتريزيجيه من لمسه واحده، ودي مهمه جدا لان هم بيضغطوا ضغط شرس جدا، يعني لازم تلمس الكره من لمسه واحده، سواء لوسط الملعب عند بن رمضان او لحمدي فتحي او لزيزو او محمد هاني. المهم ان احنا هنطلع من 1 3 على طول، يعني واحده والثانيه تكون على طول طلعت بالكوره، ما ينفعش ان انت تاخر الكره في رجلك. تاني حاجة ان انت ممكن تطلع على وسام ابو علي، ووسام ابو علي ينزل الكوره وتاخد الكوره الثانيه وتطلع بيها، وده حصل برضو ضد انتر ميامي، ووسام عملها لتريزيجيه في ماتش انتر ميامي، وتريزيجيه لعبها لامام، الكره اللي ضاعت من امام. يبقى كده خلصنا من بناء الهجمه. طيب نلعب ازاي ضد بالميراس؟ هنلعب على الهجمات المرتده، بمعنى صح احنا هننكمش زي ما بورتو عمل بالظبط ونلعب على الهجمات المرتده، لان هم شرسين جدا في الهجمات المرتده بتاعتهم، فاحنا هنضربهم بسلاحهم هم. يبقى الحل ايه؟ ننكمش ونلعب على الهجمات المرتده، وانا كنت شايف ان انتر ميامي دي كانت بروفا للمباراه دي بالذات. اخر حاجه وهي الضربات الثابته، مهمه جدا للنادي الاهلي، لان هم تمركزهم في المنطقه بيكون سرحان كبير جدا منهم، فلازم احنا نعتمد على الضربات الثابته بشكل مناسب جدا، بالذات اشرف داري اللي بيدخل من العمق، ولازم نفضيله مساحه ان هو يلعب الكوره بدماغه، او ياسر ابراهيم او حمدي فتحي. اخر حاجه وهي ان انت ممكن تجمع الكوره ناحيه اليمين وتنقل الكوره ناحيه الشمال مثلا، وهم في اللحظه دي بيكونوا سرحانين جدا، او العكس، يعني انت ممكن تجمعها ناحيه الشمال وتنقلها ناحيه اليمين. هم بيسرحوا لان هم بيضغطوا ضغط شرس، فبيروحوا كلهم يضغطوا ككتله واحده، والكتله الواحده اوقات بتفضي مساحات كتير، وده اللي انا بشوف ان زيزو مهم جدا في المنطقه اليمين عشان يستغلها.